الكحل اللي بتحطيه في عينك عمره ما بيتشال بالغسول، وقلم الكحل لو ما اتمسحش من عينك كويس رموشك هتقع وتحت عينك هيغمق، وهتضطري تصرفي فلوس كتير قوي عشان تعالجي الحاجات دي. في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تشيلي قلم الكحل من عينك من غير ما تضطري تشتري مزيل ميك اب ومن غير ما تتكلفي حاجه خالص. يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ان انت تعتمدي على الغسول اللي بتغسلي بيه وشك عشان تشيلي الميك اب ان هو هيشيل الكحل اللي انت حاطاه في عينك، سواء كحل اسود بقى او اي كحل الوان، ده غلط خالص. الغسول عمره ما بيشيل، بيخفه لكن بتفضل اثاره موجوده. وتقدري تجربي ده بنفسك، انك بعد ما تغسلي وشك هاتي قطنه وامسحي مطرح قلم الكحل عند خط الرموش، هتلاقي طالع في القطنه اثار لقلم الكحل. هقولك دلوقتي انا همسحه ازاي. انا قلم الكحل اهو، وليكن مثلا الالوان ده، اللون الازرق الحلو ده، انا بحب اقلام الكحل، الالوان بتدي للعين ضي كده جميل، بحبها عن الاسود كمان. ادي قلم الكحل اهو، حطيت قلم كحل عند خط الرموش. هجيب زيت، اي زيت عندي، زيت جوز هند، زيت جوجوبا، زيت لوز حلو اهو، وهحطه نقطتين على حتة القطنة بتاعتي او منديل اهو، وهمسح. بصي كده اهو، بمنتهى السهولة اكتر. يعني الزيت هيضيع قلم الكحل اكتر من الغسول، اسرع من الغسول واحسن من الغسول بكتير اهو. خلاص، اول ما الاقي القطنه بتاعتي نضفت بقت بيضه كده، ما بيطلعش كده حاجه كده، خلاص. خلي بالك انا لما باجي امسح بمسح خط الرموش اللي من تحت واللي من فوق، لان العين لما بتغمض او بتبربش الكحل اللي انا حطاه من تحت بيطلع فوق، بيبقع، بيطلع في الجفن اللي فوق كمان. يعني انت لما بتيجي تمسحي بالقطنه امسحي خط الرموش اللي من تحت وامسحي كمان من فوق، هتلاقي العمليه خلصت خالص. طب انا كده خلصت على كده؟ لا، لازم ارجع للميه واغسل بقى بالغسول المكان اللي انا عملته بالزيت، ودي خطوه مهمه جدا، ما ينفعش ان انا اسهى عنها وما اعملهاش واعتمد على ان انا مسحته بالزيت وخلاص على كده. لان الزيت عند منطقه العين، انا اتكلمتكوا فيه قبل كده، ما ينفعش يتساب على منطقه الجفن، بيعمل حبوب ملية وبيعمل التهابات وممكن كمان يعمل انتفاخات. فلازم أأمن نفسي ان انا بعد ما اخلص الخطوة دي اروح واخدة داخلة على الحوض، واخدة شوية غسول وغسلة بيهم حتة صغيرة خالص، بس مجرد ان انا أأمن ان الزيت خلاص طلع من تحت عيني نهائي. وبكده انا كده خلاص نظفت منطقة اللي تحت العين دي خالص، وانا جاهزة للخطوة اللي بعدها، سواء هحط سيرم، هحط كريم، هحط ماسك، هعمل اي حاجة. انا كده منظفة منطقة تحت العين وتمام. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير الفيديو جاي ان شاء الله.